I got 0 friends. يا ابو حميد، استنى، شفتك اقف انا جاي لك اهو. هنسهر فين النهارده؟ في سهرة في القاهرة جامدة أوي النهاردة بالليل. طب ايه المشكله؟ ما يلا. مشكلتها عاملة 40,000. طب ايه يعني، هبعت لك فلوس دلوقتي اول ما اوصل الشركه ونحجز ونطلع. خلاص لو كده أكيد أظبط وأقول لك. يلا يلا. ايه يا محمد؟ الو، مش سامعك. ايه ده؟ ماما تعبانه؟ طب ايه اللي حصل؟ طيب فهمني بس، اهدى. محتاج علاج ضروري؟ حاضر خلاص ماشي خلاص يا محمد، هتصرف انا في الفلوس. حاضر خلاص ماشي. تمام. ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد اذنك حضرتك كنت محتاج سلفه 300 جنيه بس. احمد، انت مش ليك مرتب بتاخده؟ ايوه يا ريس، بس انا كان عندي ظروف صعبه. احمد، ما انا كمان عندي ظروف. انا كمان عندي موظفين وعندي التزامات، وكل واحد يا ابن الحلال منا عندنا ظروف. مش كل واحد شويه بقى كل واحد يدخل يقول لي سلفه. والدتي تعبانه جدا ومحتاجه اجيب ادويه في البيت. وانا كمان عندي ظروف يا احمد. وبعد اذنك ما عادش حد يطلب مني سلف ولا موظفين ولا اي حد من ده خالص. انت يا باشا ليك مرتبك اخر الشهر تقبضه وتفضل عادي اعمل اللي انت عايزه، ان شاء الله يا رب تضيعه كله في اي حته، مش فارق معايا. اتفضل. حسبي الله ونعم الوكيل. ادخل. باشمهندس، كنت عايز اقول لك على حاجه. ايوه يا اسراء، خير. استاذ احمد قدم استقالته ومشي. احمد بتاع الاستيراد؟ ايوه. عادي ولا اي مشكله خالص. يا باشمهندس، ده كان ماسك شغل الاستيراد كله عندنا. معلش، قدمي وهات 2 موظفين غيره ولا في اي مشكله، عادي اللي عايز يمشي مفيش اي مشكله عندي. وهنقعد نجيبهم وندربهم ونعلمهم من الاول. احسن واحد يجي يا اما اعمل له حاجه يا اما يقول لي لا، براحته. مش هسرج انا هنا كل موظف يا اما يقبل له طلبه يا اما يقول لي لا، عادي ولا اي مشكله خالص. بالسلامه. حاضر. الو. ايه يا ابني؟ ايه؟ في شغل جديد ظهر؟ بتتكلم بجد؟ طب دنيته ايه والفلوس عامله ايه والكلام ده كله؟ ماشي تمام. طب والفلوس بقى المرتب هيبقى كام في الاخر؟ عشان انت عارف ان الدنيا بايظه معايا والدنيا مزنقه معايا على الاخر. 10,000 جنيه؟ انت بتتكلم بجد؟ والله العظيم؟ ما تهزرش. طيب تمام ماشي، حدد مقابله وانا هجيلك. الو. ايه؟ شغل ايه اللي باظ؟ الموظفين الجداد برضه تاني؟ لا حول الله يا رب. طب وايه اللي بوظه يعني؟ مش فاهم. لسه مش فاهمين الشغل. طب انا ذنب انا ايه؟ مشيهم. هات 2 غيرهم، مش مشكله عندي، ما تفرقش. فاصل هات 2 غيرهم لما نشوف اخرتها. انا لو كنت جبت يا ربي بس اديته ال 300 جنيه دولت، مش كانت الشغل كان مشى؟ الشغل باظ والدنيا باظت المشكله ان ده موظف من اكفأ الناس عندي. انا ليه عملت كده؟ كانت 300 جنيه وخلصت والراجل كمل شغله، شغل ظبط بدل ما الدنيا تبوظ فوق دماغي.
ابو حميد مهندس يا احمد اخبارك ايه؟ اركب يا اركب باشمهندس. اركب. لا لا شكرا، خليها مره ثانيه. لا استنى. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك يا باشمهندس؟ انا بدور عليك على فكره من زمان. الحمد لله يا ريس، موجود اهو. طيب انا عايزك ترجع شغلي تاني. والله للاسف يا ريس انا لقيت شغل ثاني افضل من ما كنت عند حضرتك، وبيقبضوني ضعف المرتب الحمد لله. عموما يا احمد يعني انا اتمنى لك والله كل خير، بس انا عايزك تسامحني بصراحه، لان انا كنت بصراحه انت طلبت مني فلوس وانا ساعتها كنت متضايق وعندي ضغوط جامده جدا. فمعلش يا احمد سامحني، انا عارف ان انا رخمت عليك وقسيت عليك جامد. كله عند ربنا يا باشمهندس، الحمد لله. ولو احتجت اي حاجه يا احمد ارجوك كلمني وانا معاك. شكرا يا باشمهندس. حاضر حبيبي يا ابو حميد ان شاء الله.